من فترة نزلت بوست على الفيسبوك عن ممنوع ضرب البنات، والحقيقة لقيت تعليقات وتفاعل كتير على البوست ده. منهم ناس عندها وعي كبير ان صح الكلام ده مظبوط وممنوع ضرب البنات، بس زي ما كان في كده زي ما كان في ناس بتهاجم وازاي وما نسيب البنات تمشي على حل شعرها. طب احنا سألنا الاول المفروض ازاي نربي البنت وايه الاحتياجات اللي بتحتاجها في حياتها علشان تكبر وهي عندها نفسية سليمة ومستقرة، علشان نحميها بعد كده من ان هي ممكن تمشي على حل شعرها. طب تعالوا اقول لكم في كلمتين على السريع ازاي نربي البنات تربيه صحيحه وسليمه علشان نحصد بذره صالحه للمجتمع. في المرحله بتاعه تربيه البنت دي بنبقى محتاجين دور الاب كمحور اساسي في حياه البنت، علشان الاب هو اول نموذج ذكوري بتشوفه في حياتها. ومن هنا بنقابل 3 انواع من الاباء: الاب الغير مهتم اللي عباره عن شغل وفلوس ومصاريف وبس، وما تطلبوش مني حاجه تانية فيه. النوع التاني الاب الشديد القاسي اللي انا لازم ابقى جامد ولازم ابقى قاسي على البنت ديت علشان بكره وبعده ما تمشيليش على حل شعرها، ما تكسرليش كلمه، تبقى خايفه مني كده. وفي الحالتين دول نماذج اباء فاشله. اول نموذج ده بيعمل عندها فراغ عاطفي، الاب ده او الراجل ده عباره عن شغل ومصاريف في البيت وبس، لكن فسح نزول مروح مجي هي الام. النموذج التاني ده بيربي عندها عقد نفسيه كتير، يا هيخليها كاره الرجاله بجميع انواعهم ويربي عندها عقد وكلاكيع بالهبل. يا بنت بتتنشى على كلمه حلوه تتقال لها، وفي كلتا النموذجين هتبقى البنت بتشمشم يا عيني على كلمه حلوه، واي واحد سواء رايح جاي ممكن يضحك عليها وياكل عقلها بكلمتين: انت حلوه، انت جميله، انت مفيش زيك، ما اصلها اول مره تسمع الكلام الحلو ده. ثالث نموذج الاب اللي شايف بنته اللي جت للدنيا دي جوهره قيمه لا مثيل ليها، مش بان هي شكلا حلوه ولا ان هي شاطره في المذاكره، قيمتها في ان هي بنوته طول الوقت بيديها دعم نفسي: انت حلوه، انت جميله، انت اجمل بنت في الدنيا، انا شايفك ملكه متوجه، انا شايفك اميره الاميرات. ياخدها ويفسحها وينزلها، يديها حب وامان، احتضان، احتواء لاي مشاكل، قدوه مثاليه في الاخلاق والقيم، تربيه دينيه من غير تعصب. زي انت حلوه وجميله وجوهره وكل حاجه فيكي غاليه. كم اب بيقول لبنته بحبك؟ كم اب بيقول لبنته وحشتيني؟ كم اب بيقول لبنته انت اجمل بنت في الدنيا؟ كم اب بيغرس جوه بنوته كده ان هي انثى جميله؟ كم اب بيشجع بنته: انت شاطره، انت ذكيه، انت موهوبه؟ مع الاسف عندنا نظريه ان الاب لو اتعامل كده مع البنت هتاخد عليه وهيفقد هيبته، مش هيبقى الراجل اللي بيحكم ويشكم ويؤمر وينهي في البيت. كان بنت لما بيحصل لها مشكله بتجري على باباها قبل ما تجري على مامتها. تاكد لو وصلت للليفل ده يبقى انت نجحت في دورك كأب، وبنتك مش هتمشي على حل شعرها، هي هتبقى خايفه ان يجي عليها اليوم تغزل الحب والاحتواء والاحتضان والامان اللي انت اديته لها، هتبقى خايفه تفقد الجوهره اللي انت شايفها في عينيها. عشان كده هتبقى عزيزه وغاليه ومش اي كلمه تجيبها او توديها، وهتبقى شايفه ان هي مهما سمعت من كلام عندها ابوها حبيبها مشبعها بكل الحب وكل الكلام الجميل. حتى الانتقادات اللي ممكن تقابلها في المجتمع، التنمر اللي ممكن تقابله في المجتمع، كل الحاجات دي هتقدر تواجهها بكل سهوله. انا عندي بابايا شايفني احلى بنت في الدنيا. حاجات لازم نزرعها في اولادنا من اول يوم بيتولدوا فيه، من اول يوم بيبدأ عندهم الادراك للدنيا. ازرعوا في اولادكم صح قبل ما تسالوا هم عاملين كده ليه. بصوا لواجباتكم الاول اللي انتوا المفروض تعملوها لاولادكم قبل ما تسالوا هي سلوكياتهم عامله كده ليه. الاولاد عباره عن رد فعل، واحنا الفعل، يعني رد الفعل لو كان وحش او سيء فلازم نعرف ان فعلنا من الاساس فيهم كان وحش وسيء. واقابلكم في كلمتين على السريع معلومه جديده عن الطفل.